بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم مسكوتة خفيفة شهية. هاد المسكوتة تجيكم خفيفة خفيفة كيما نخدمو الجينواز، يعني بواحد المكون دوك نوريه لكم شنو هو، يعني زيادة فيها. كاين بزاف المحلات يديروه، تجيكم خفيفة خفيفة بزاف يعني. حتى وديروها كي قال عيد ميلاد ولا تزوقوها. يعني انا درتها لكم سامبل وانتم الديكور كيما تبغوا ديروه. خليتها لكم كيما هكا، والمره الجايه نسي ندير معكم ديكورات واحد اخرين. هنايا في اناء كيما هكا بيسينا درت زوج حبات تاع البيض. هاد المسكوتة كيما قلت لكم ما خفيفه، مكونات تاعها بسيطه جدا، يعني كيما المسكوتة اللي نعرفوها عاديه. هنايا هذاك اللي شفتوني عبرت بيه الكاس تاع الجوطاب، هذاك هو اللي غادي نكمل به كامل هذوك العبار. يعني هذا الكاس ان شاء الله يكون متوفر في كل دار، واللي ما يكونش عندها متوفر دير يعني الكاس العادي كيف كيف. يعني انا سيتها لكم بهذا، قلت هذا عبره تلقاوه دائما في البيوت. المهم جبت زوج حبات تاع البيض وقرصة تاع الملح، ودرت كاس قل ربع السكر. يعني السكر شويه نقصو، ما نبغيش السكر انا بزاف، سيرتو كي يكونوا دايرين لها التزيين يعني بالشوكولا ولا تسيو تنقصوا من السكر تاعكم. وتبداو تطلعوا فيها هكا يعني واحد ربع دقائق، وانتم طلعوا حتى اللي تجيك لكم هذيك الرغوه. واللي تبغي ديرها باليد تاعها يعني ثاني ديرها باليد تاعها. نجو هنا للزيت. الزيت عندي هنايا كاس. الزيت هنايا ما نديروش على ضربه، نبداو نديرو فيه كيما نديرو في المايونيز، نبداو نديرو غير بشويه ونطلعو. يعني كاع هاد الأسرار اللي نعطيهم لكم فيها، يعني غادي يخليكم المسكوتة تاعكم وتجيكم هشيشة هشيشة هشيشة. أنا نديرها على 4 ولا 5 تاع الدفوعات كيما راكم تشوفوا كيما هكا. يعني ما تنساوش كامل يعني أنكم تقلعوا داك الزيت كيما هكا، تبداو ديروا وتكونوا موجدين كاس تاعكم تاع الحليب. يعني غير السكر اللي نقص أنا هذاك ربع. هو اللي يبغيها حلوة بزاف يدير. هنا مادامنا في الموسم تاع التشين وتاع الليمون وكاع، اللي تبغي دير ليكستري تاع الليمون ولا يعني من الأحسن دير قشور. يعني وديروا قشور تجيكم واحد البنة يعني ما شاء الله. هنا الحليب نديرو على ضربة واحدة هاكا، نبداو نخلطو. يعني كي تبداو تخلطو حتى تحسوا هذاك السكر تفتت لكم كامل. هنا تعرفوا باللي يعني كي غادي تاكلوها غادي تجيكم خفيفه. يعني السكر هو هذاك الذوق. حتى واللي يبغي يدير سكر كلاصي ينجم يدير سكر كلاصي، يعني ما عنده حتى يعني ما غاديش تختلفكم. هذا هو اللي كنت نخبر فيكم عليه، واللي هو مغرف كبيره تاع المايزينا. يعني مغرفة كبيرة تاع المايزينا هي اللي غادي تخليها لكم تجيكم هشيشة 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 خفيفة خفيفة خفيفة، يعني كيما البونشا. نجيكم هنا اللي كنت نهدر لكم عليها. جا هي هنايا يدير نص كاس تاع سكر كلاصي. في الكاس يدير نص كاس تاع سكر كلاصي. غير سكر نص كاس غادي تكفيكم وتكفيكم. وهنايا انا درت ديجا لافاني اللي باش تكونوا في الصوره في البدايه درتها. قلت لكم اللي بغى يدير قشور الليمون يدير. هنايا في البدايه نديرو زوج كيسان تاع الفارينه، نبداو بهم من بعد نزيدو. هنايا زوج كيسان اساسيين. هنا غادي تديكم من زوج كيسان ونص حتى ل3. انا هنايا درت فيها 3 كيسان، نتوما تشوفوا الخفيه تاعها. وهنايا كي تبغوا تكملوا هكا في التغربيل تاعها، يعني انا نبغي نغربلها فما يعني كاع تكون ديجا مغربله. نبغي نغربلها يعني باش يدخل لها الهواء. نديكم ما شاء الله. هنايا عندي كيس كامل تاع الخميره الكيميائيه. شوفوا كيفاش غربلته هكا، تبداو تدخلوا فيها. وهنايا تكونوا كيما راني نطيب ديجا كنت حميت الكوشه تاعي من الفوقه ومن تحتها. وهنايا كي نبغي ندخلها طيب ندخلها ونطفي عليها من الفوقه، كي نشوفها طابت لي ندير لها تحميره من الفوقه. واللي تكون كوشتها طيب نيشان من الفوق ومن تحت يعني ندخلها عادي، يعني على حسب ما تكونوا موالفين. عاوني هنا زدت لكم نص كاس تاع الفرينه، وهنا من بعد نزلت واحد المغرف حسيتها شويه راها ثقيله خفيفه عفوا. هنا يعني هكا كلات لي تقريبا 3 من زوج ونص حتى 3 هي راها مليحه. شوف يعني على حسب الحجم تاع البيض. شوفوا كيفاش تجيكم. هنا اللي يبغي يدير كاكاو يدير مغرف تاع كاكاو، ينقص من الفرينه ويدير مغرف تاع كاكاو. شوفوا كيفاش تجيكم. هذه هي اللي راني نحوس انا عليها. انايا كملت. هنا نجيب المول تاعي ديجا نكون دهنته، نفرغو فيه كيما قلت لكم، وندخلوها في الكوشه تاعنا من الفوق ومن التحت. من الفوق نطفو عليها، من بعد نديرو عليه يتطيب، نديرو عليها نشعلو عليها عفوا من الفوق ونوجدوها يعني ونثقبوها، يعني باش ما نحلوش عليها ونحلوش عليها. يعني من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه نحلو عليها. من بعد نشوفوا كل واحد وكوشته وكل وحده كيفاش تعرف الكوشه. هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم. نتمنى أن الوصفة تاع نهار اليوم تكون عجبتكم.
وإلى الملتقى في وصفة جديدة إن شاء الله.